ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد الشرنوبي. باذن الله النهارده هنكمل خامس حصه من حصص الحل الخاصه برمضان عندنا. طبعا احنا في الاختبار التاني للهرمونات في كتاب النفيس، ولسه بنحل على الهرمونات. لو انت فاكر الحصه اللي قبل دي بالظبط، الافكار كانت جميله. الامتحان كان اغلبه افكار كويسه، وافكار ممكن تبقى بعيده قوي عن تفكيرك، فانت بتتعلم الحاجات ديت من الحل. فيعني الاختبار التاني برضو لازلنا في نفس الفكرة او نفس الكفاءة، هتلاقي برضو الموضوع كويس شوية. فخلينا منضيعش وقت ونخش على طول في السؤال الاول. السؤال الاول بيقول لك: على ضوء دراستك الشكل، او ادرس الشكل اللي يبين العلاقة بين مستوى الكوليسيستوكاينين في الدم وحركة المعدة الدودية. حلو. الكوليسيستوكاينين الأول لازم تقول لي هو كان بيتفرز من إيه؟ كان يفرز من الأمعاء الدقيقة. جميل. طب كان بيعمل إيه لما يفرز من الأمعاء الدقيقة؟ كان ينبه البنكرياس لإفراز عصارته الهاضمة. ولو حضرتك تاخد بالك، بزيادة الكوليسيستوكاينين حركة المعدة بيحصل فيها ايه؟ بتقل. لو تاخد بال حضرتك، هي حركة المعدة بتقل. فهو يثبط عضلات جدار المعدة وينبه العضلة العصارة لفتحة البواب. والله يعني ممكن خليها معانا دي. ليس له تأثير على حركة وإفرازات المعدة. الكلام ده غلط، ده انت عندك منحنى يوضح التأثير. ينبه الغشاء المخاطي للمعدة لإفراز عصارة هاضمة. لا، اللي ينبه الغشاء المخاطي للمعدة دوت حاجة تانية. ده كان ينبه الغشاء المخاطي، أو معلش، يفرز من الغشاء المخاطي للأمعاء وينبه البنكرياس. يعني ده مش إيه، مش تبعنا خالص. ينبه عضلات جدار المعدة والعضلة العاصرة. لا، هو بيقلل حركة المعدة، فازاي هينبه؟ فالوحيدة هنا اللي تنفع هتبقى ألف. هيثبط جدار المعدة وينبه العضلة العاصرة لفتحة البواب. ففي حالة زي ديت يبتدي الأكل إن هو يخش الأمعاء. استنتج الأهمية الفسيولوجية لدور الكوليسيستوكاينين في خفض الحركة الدودية. عشان يزيد من إفرازات العصارة المعدية؟ لأ، لإتمام هضم ما تم خروجه من دفعات الطعام من المعدة بالعصارة البنكرياسية. الكلام ده ينفع لأن هو يحفز إفرازها. ولا من دفعات العصارة المعوية؟ لأ طبعا. حتى لا تصاب عضلات المعدة بالإجهاد بسبب سوء الهضم؟ لأ. فأنت عندك اللي تنفع هنا اتمام ما تم خروجه. ما هو الفكره هنا ان الكوليسيستوكاينين هيبتدي يقلل شغل المعده ويشغل او يزود شغل الامعاء، عشان يبتدي البنكرياس يقدر يفرز العصاره الهاضمه بتاعته وتشتغل بكفاءه عاليه. فالاجابه هنا هنختارها ب. ايه لا يعد وجه للشبه بين الفازوبريسين والاوكسيتوسين؟ الفازوبريسين دوت اللي هو الفي اتش، القابض للاوعيه الدمويه، والاوكسيتوسين هو الاو اكس اللي هو المنبه لعضلات الرحم والدافع للبن من الغدد الثدييه. عايز لا يعد، وخلي بالك من لا يعد، يعني حاجه غلط. نوع العضلات بيبقى نوعها ملساء، فدوت شبه الغدة المفرزة. الاتنين خلايا عصبية مكان التخزين بتاعهم واحد. منبه الإفراز هو المختلف، لأن منبه الإفراز في الفازوبريسين هو ضغط الدم، أما منبه الإفراز في الأكستوسين ممكن يبقى الرحم أو الغدد الثديية، أو اللي هو يعني عملية الولادة وعملية الرضاعة. ادرس المخطط التالي ثم حدد ما اسم العنصر اكس والغدة واي. عنصر اكس موجود في الدم بيزود نشاط الغدة. ففي حالة زي ديت ايه العنصر اللي لو موجود في الدم، او نقص العنصر، عنصر لو قل في الدم غدة تشتغل. خلي بالك عنصر ايه؟ نقص. اصل دماغك اول حاجة هتقولك يود وسيروكسين. خلي بالك التي اس اتش كان يروح يحفز الدرقية، فالدرقية لما تتحفز تقوم واخدة يود تصنع بيه سيروكسين او سيروكسين. حلو. مش دي النقطة بتاعتنا. ده قالك لما المادة ده في حالة ان اليود زاد، لكن انا بقولك في حالة المادة قلت. ايه المادة اللي لما تقل الغدة تشتغل؟ الصوديوم. لما يقل قشرة الكظرية تشتغل. مع العلم ان كمان هرمون ده متزامن مع هرمون الاي سي تي اتش يرتفع. كله متزامن مع بعضه. طبعا انت لو رحت تحل السؤال ده الاول وهله هتختارها الف، وهتبقى يعني هيبقى شكلك عبيط قوي يعني. عايز يميز قشرة الغدة الكظرية عن نخاع الغدة الكظرية. تنشط اثناء الطوارئ اللي يتعرض لها الفرد. لا، عايز يميز مين؟ يميز القشرة مش يميز النخاع.
فالقشرة بتنشط أثناء الطوارئ، النخاع هو اللي بينشط أثناء الطوارئ. لا تحتاج لهرمونات منبهة، لا والله تحتاج، ده لسه قايل فيه هرمون اسمه ال ACTH، أدرينال كورتكس تروبيك هرمون. تنظيم أيضا المواد الكربوهيدراتية، دي حاجة ما تميزهاش. أما هي ضرورية لحياة الفرد، تعمل على الاتزان بين الهرمونات الجنسية، ده بلس أيضا الكربوهيدرات في مجموعة الهرمونات السكرية، بلس تنظيم المعادن. كل ده بتشتغل عليه مين؟ قشرة الكظرية. لو النسبة من جلوكوز الدم لجلايكوجين الكبد اكس، في أي الحالات تصبح النسبة أقل من اكس، يعني جلوكوز الدم أقل من جلايكوجين الكبد، وجلايكوجين الكبد يكون عالي. تمام. في الحالة بتاعة عند تناول الغذاء مباشرة، لا، هيبقى الجلوكوز عالي لسه داخل ممتص من الأمعاء. في فترة الصيام لا والله، بالعكس، ده الجلايكوجين هيقل عشان الجلوكوز يزيد، عشان هرمون الجلوكاجون يشتغل. تدريبات شاقة لا، برضو في حالة تدريبات شاقة الأدرينالين بيشتغل والجلوكاجون بيشتغل. نقص الجلوكاجون هي الحالة الوحيدة اللي تعمل لي حاجة زي كده. لما الجلوكاجون يقل هيقل معدل تحويل الجلايكوجين إلى جلوكوز، ففي حالة زي ديت هتبقى حضرتك يعني هتبقى عندك الجلوكوز في الدم قليل والجلايكوجين هو اللي زيادة. زعلمت ان هرمون النمو يؤدي وظيفته على الجهاز الهيكلي داخل او من خلال تكوين عامل يطلق عليه IGF-1 اللي يفرز من الكبد. فمن خلال الشكل، ايه الاعراض المتوقعه للطفل الغير الطبيعي؟ الطفل الطبيعي عنده المستقبلات بتركب، بيفرز العامل هو IGF-1. الغير طبيعي ما بيفرزش عندي هنا. حلو. الغير طبيعي دوت كده هيبقى عنده GH قليل. تمام. هيبقى GH عنده قليل. طويل هتستبعدها، فقدامك ب وج. قصير القامة عشان النمو أقل من المستقبلات، ولا قصير القامة بسبب انخفاض استجابة الكبد؟ حضرتك لو بصيت على كمية الهرمون هنا هي كمية الهرمون هنا، فلا يوجد نقص في الهرمون، لا يوجد نقص في الهرمون. اللي ناقص عندك هنا هو الناتج اللي تحت ده. فقصير القامة بسبب انخفاض استجابة الكبد لهرمون مين؟ النمو. في دراسة علمية تم قياس كل مستوى الأنسولين في الدم ومستقبلاته فين؟ في الأنسجة في حالات مختلفة. والشكل أمامك بين النتائج التي تم الحصول عليها دراسة، ثم أجب عن من 8 ل 10. أي الأفراد يعاني من البول السكري رغم سلامة خلايا بيتا بالبنكرياس؟ عايز شخص عنده خلايا بيتا سليمة وعنده بول سكري، فمعنى كده ان انا محتاج شخص مستقبلات الانسولين بتاعته، خلي بالك، مستقبلات الانسولين قليلة. طب الشخص الطبيعي فين؟ قدامك اهو. طب انا دلوقتي عايز شخص عنده ايه؟ عنده بيتا سليمة، يعني في انسولين في الدم، في انسولين في الدم، فانت عايز انسولين ده مرتفع والمستقبلات هي اللي قليلة. ايه رايك في 2 مستقبلات اقل من الطبيعي؟ تيجي تقول لي مستر طب استنى، ليه ما نختارش 4؟ حبيبي، ما هو 4 لازالت المستقبلات في الطبيعي برضو، فانت 2 هو اللي تحت الطبيعي. الشخص ده عنده انسولين في رقم 2. لو تاخد بال حضرتك، هو الانسولين هنا طبيعي، ده كده طبيعي، ماشي مع المستوى الطبيعي اللي احنا لسه راصدينه. تمام. اما الغير طبيعي في الحالة ديت هو مين يا جماعة؟ هو ان مستقبلات الانسولين قليلة. ايه اللي يعاني من البول السكري نتيجة تدمير خلايا بيتا؟ تدمير خلايا بيتا يعني الراجل ده ما عندوش انسولين، او الانسولين بتاعه قليل. تمام. ده هيبقى حالة 3، الانسولين هو اللي قليل والمستقبلات هي اللي كتير. اي من الافراد يعاني من خطورة انخفاض سكر الدم؟ اللي عنده سكر الدم هينخفض، اللي الانسولين بتاعه عالي، انسولين مرتفع، فالانسولين هيشتغل هيقلل له السكر، فده في حالة 4. ايه اللي يميز الخلايا المفرزة تحت المعدة عن خلايا نخاع الكظرية؟ خلايا مفرزة في تحت المعدة تفرز هرمونات عصبية. نخاع الكظرية يصنف هرموناته بالاخص النور ادرينالين هو من الهرمونات او النواقل العصبية، فما تنفعش، مع ان ديت مقارنة خارج المنهج، يعني بمعلومات المنهج انت ممكن تختار الف، بس انا بنقول لك على المعلومة اللي المفروض عليك من تانية سنة. هرموناتها تخزن خارجها، والله الكلام ده صح، لان نخاع الكظرية مفيش تخزين، بتفرز على طول يعني، او حتى بتخزن في نفس الخلايا بتاعتها. هرموناتها تصل للانسجة الهدف عبر الدم، دي ما تميزهاش. هرموناتها ترفع ضغط الدم، والله في حالة زي ديت هتبقى برضو
ما تميزها، يبقى احنا هنختار مين؟ ب، هي الوحيدة اللي ايه اللي تنفع عندي. السؤال اللي بعده بيقول لي اي الافراد لا يعاني من البول السكري رغم سلامة خلايا بيتا بالبنكرياس. طبعا الاول وهله انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، ولكن يعني ما يعني السؤال ملوش علاقة بالصورة ولا الإجابات، فإحنا ممكن كأننا ما شفناهوش ونشوف الحالتين اللي قدامك ده. عندك حالة تثدي، وهنا حالة ظهور اللحية. حالة ظهور اللحية في الأنثى، وحالة تثدي في الذكر تحديدا نتيجة خلل في معدل الإفرازات الجنسية والقشرة الكظرية اللي هي ظهور عوارض الذكورة في الإناث وظهور عوارض الأنوثة في الذكور. طبعا السؤال غلط، بس زي ما بقول لك إيه، إحنا كده يعني. تمام. اللي بعده بيقول لك في إحدى التجارب البحثية تم حقن السكرتين في الكلاب كحيوان تجارب، وقسنا الأنسولين والجلوكاجون والجلوكوز في الدم. حصلنا على النتائج المبينة في الشكل المقابل. تمام. طيب لو تاخد بال حضرتك عند حقن هرمون السكرتين، مين اللي اشتغل حضرتك؟ لو خدت بال حضرتك ان مع شغل السكرتين الجلوكوز قل في الدم، فده بسبب ارتفاع الانسولين. فده كده معناه ان السكرتين نبه البنكرياس كغدة مشتركة؟ لا. تمام، هو ما نبهاش كغدة مشتركة. طب هل السكرتين ينبه العنصر البنكرياسية المعوية؟ ملوش دعوة بالمعوية. تمام. هل السكرتين بينشط افراز العصارة البنكرياسية وهرمون الانسولين فقط؟ الكلام ده ممكن، لان هو ما كانش ليه اي تأثير على الجلوكاجون. تمام. طيب هرمونات الامعاء الدقيقة تنشط من وظائف البنكرياس؟ لا، ده كان مش كل وظائف البنكرياس، هو وظائف الهضم بس بتاعت البنكرياس، فالأصح هنا نختار ج. تمام. استنتج سبب انخفاض الجلوكوز في التجربة. ليه الجلوكوز قل؟ بسبب زيادة الأنسولين، وده مش محتاج إن أنا يعني زيادة الأنسولين لما زاد هياخد الجلوكوز وينزله، قام واخد الجلوكوز ونزل بيه. تمام. هي دي الفكرة اللي قائم عليها الرسمة دي. متى يتم تنشيط الغدة اكس؟ خلية عصبية بالنخاع الشوكي، تنشيط غدة صماء بتفرز هرمون. الراحة بعد التمارين الرياضية ما تعملش الكلام ده، او ملهاش علاقة بالخلايا العصبية. الخلايا العصبية يعني هتفرز لي دي اتش يا اوكسيتوسن. حلو. طيب عند حضرتك الولادة ممكن اوكسيتوسن، تناول الغذاء ملوش علاقة، وبدء دورة الطمس ملهاش علاقة برضو، فهتبقى الولادة. بيقول لك ادرس الشكل امامك ثم حدد وجه الشبه بين هذه الهرمونات. هنا هرمونات منظمة لدورة الطمس، وهرمونات منظمة لدورة الحمل، ومكان الإفراز متشابه شوية. ففي حالة زي ديت هيبقى الشبه طبيعة كيميائية، ممكن إن هما الاتنين استرويدات. حلو. اللي بعده الغدة المفرزة، لا طبعا، لأن ممكن الغدة تختلف سواء حصل جرافة جسم أصفر. التركيب الكيميائي ما ينفعش، وهنفهم الفرق ما بين التركيب الكيميائي والطبيعة الكيميائية دلوقتي. تبدأ في زيادة قرب البلوغ، لا، في زيادة قرب البلوغ دي الاف اس اتش والال اتش. تمام. طيب ففي حالة زي ديت انت تفرق ازاي ما بين الطبيعة الكيميائية والتركيب الكيميائي؟ ومع العلم الإجابة هنا الطبيعة الكيميائية، لأن هي الطبيعة الكيميائية اللي هي الستيرويد. التركيب الكيميائي ده اللي هو عدد الذرات في المركب، وانت المفروض فاهم كيمياء. يعني ايه؟ يعني ده ليه صيغة كيميائية وده صيغة كيميائية، يعني التركيب مختلف. أما الطبيعة الكيميائية، تمام، الطبيعة الكيميائية طبيعة واحدة، ان هما الاتنين استرويدات. اللي بعده بيقول لي ادرس الرسم التالي اللي يوضح تجربة قام بها أحد العلماء ثم استنتج إيه اللي يمكن استنتاجه من التجربة المبينة في الرسم دي. هو هنا غطى القمة النامية بشفاف وبعد كده بغطاء معتم، بعد كده شالها، بعد كده عرضها لضوء، فكده معناها ان القمة النامية هي منطقة الاستقبال. استقبال للايه؟ استقبال للضوء والمؤثرات، او الاستقبال للمؤثرات بيبقى على القمة النامية. اما المنطقة اللي بتتأثر بالاكسينات دي اسمها منطقة الاستجابة. السؤال ده مباشر جدا، يعني مش محتاجين حتى نتعب نفسنا في التفكير فيه. بيقول لك اي مما ياتي وجه الشبه بين الادرينالين والاي دي اتش. تمام. ادرينالين والاي دي اتش كل انواع الخلايا المستهدفه؟ لا، في تشابه وتداخل ما بين شويه خلايا بس مش كلهم.
مكان الخلايا المفرزة لهم واحدة في النخامية واحدة في النخاع الكظرية. منبه الإفراز لا، واحد طوارئ واحد نقص مية وضغط. نوع استجابة الأوعية الدموية والله ده ممكن يعتبر كوجه شبه، ولو اني يعني ما احبش ان انا اختارها كوجه شبه، لان الاتنين بيبقى الميكانيزم بتاعهم يعني ممكن نقول يتشابه ويختلف مع بعضه، ولكن عادي في حالة زي ديت في وضع السؤال ده احنا هنختار ده لان هي الاصح فيه. ايه اللي ياتي من اهم وظائف الهرمونات العصبيه؟ الهرمونات العصبيه اللي هي الاي دي اتش والاو اكس. حلو. تتحكم في افراز هرمونات، مفيش هرمون فيهم منبه. بتنظم ضغط الدم، مش شرط ده واحد بس فيهم. تنظم الافراز الهرموني، مفيش. فتربط ما بين المحفزات العصبيه والاستجابه الهرمونيه. الكلام دوت صح، لان هي بتربط ما بين الاتنين. من الشكل امامك استنتج وجه الشبه اكس ما بين الخلايا العصبيه المفرزه والخلايا المفرزه للايه، للكالسيتونين، سيروكسين وكالسيتونين. هيبقى الاتنين يحافظوا على سلامة العظام. تمام، لأن الخلايا المفرزة للسيروكسين، الخلايا المفرزة للسيروكسين ليها علاقة بحفظ أو بأنها تتعامل مع نمو العظام ومثلا معدل الايض بتاع الخلايا اللي في العظام وهكذا يعني. تمام. بس انشطام بتي اس اتش لا، احنا قلنا التي اس اتش ده اصلا اسمه او اختصار للثيرويد ستيميوليشن هرمون، يعني هو ليه علاقه بالثيروكسين. يوجدان في الحويصلات الدرقيه، يعني الاثنين مختلفين لان المفرزه للكالسيتون والثيروكسين مختلفين. الخلايا الحويصليه او الحويصلات الدرقيه فيها ثيروكسين، والكالسيتون بيكون في الخلايا المجاوره ليها. كلامها انشطام باليود وكالسيوم الدم، الكلام دوت ما ينفعش طبعا لان اليود بينشط الثيروكسين بس. ما اهم الاعراض اللي تظهر على الفرد ده لما مستوى الجي اتش في الدم يزيد بعد عمر الثمان سنين؟ الشخص ده كده عنده ايه؟ عملاقة، وليس اكروميجالي عشان جه عند الثمان سنين. خلي بالك احنا بنتكلم هنا. فده ده هيبقى طوله كبير، فطوله يزيد عن ايه؟ عن مترين. ما عندوش كبر رأس وعنق ولا تضخم عظام وجه ولا الكلام ده. ايه اللي سبب الحالة ديت؟ ورم النخامية، وحليناه كتير. السؤال ده حلينا منه، او الفكرة دي حلينا منها كتير قوي 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 يعني. تمام. ادرس الشكل امامك ثم حدد الخلل المسؤول عن حدوث الحالة اللي قدام حضرتك دي. الحالة اللي قدامك ديت هي عبارة عن انتفاخ الجلد. يعني في الشخص مليان شوية. نقص تي اس اتش المؤدي لتراكم السوائل تحت الجلد؟ لا. خلي بالك اللي يراكم سوائل تحت الجلد وجود الاملاح او مشكله في هرمونات الاملاح وهرمونات الميه والثيروكسين. زياده الثيروكسين تؤدي لتضخم جحوظي، ما يملاش كده. نقص الثيروكسين بيراكم مواد مخاطيه تحت الجلد، تنفع. نقص الثيروكسين بيسبب تراكم سوائل ومركبات التهابيه تحت الجلد؟ لا. الثيروكسين ملوش علاقه بالمركبات الالتهابيه. ففي حاله زي ديت هيبقى الاجابه جي. ايه اللي يصف دراسه ستارلينج للبنكرياس بشكل صحيح؟ البنكرياس القنوي ولا قنوي؟ هو ما درسش انواع الافراز بتاعه. جزر لانجرهانز من الفا وبيتا، ما في خلايا حويصليه برضو. اثاره البنكرياس لا تتاثر فقط بالتنبيه العصبي، الكلام ده صح، لان هو قال لي ده انا عندي هرمون منبه اسمه سكراتين وكوليسيستوكاينين. جميل. الخلايا الحويصليه في البنكرياس هي المسؤوله عن افراز الانزيمات، ما تنفعش. هي الاجابه الجيم الوحيده اللي تنفع بصراحه يعني. ايه الهرمونات اللي تمثل اكس وواي؟ بعد ما حضرتك تاكل ايه الهرمون اللي يزيد وايه الهرمون اللي يقل؟ طبعا اللي هيزيد عشان في مصيبة الاكل عند حضرتك ده انسولين، واللي هيقل مين؟ الجلوكاجون. انت مش محتاج سكر، انت لسه طافح. تمام. فهيبقى اكس ده جلوكاجون، واي انسولين. ماذا تستنتج من المنحنيين؟ طبعا ان مع زيادة الانسولين مين اللي بيقل؟ الجلوكاجون. زي ما قايل لك انت لسه طافح فمش محتاج لا، ايه ده؟ الانسولين يثبط الجلوكاجون، مش محتاج الجلوكاجون يزود لك السكر يعني. ما يلي ثنائيات بين الهرمون والمادة اللي ينظم مستوى في الدم؟ أي هرمون يزداد إفرازها بزيادة المادة اللي ينظمها؟ الأنسولين والجلوكوز. لو الجلوكوز زاد هل الأنسولين هيزيد؟ تنفع. الباراثورمون لو زاد، أو معلش عايز اختار الهرمونات اللي يزيد افرازها بزياده الماده، يعني الماده تزيد. او لو الكالسيوم زاد هل الباراثورمون هيزيد؟ لا، هيقل. فما تنفع. خلي بالك عشان بص انا قريته تاني ليه؟ عشان اللي يزداد افرازها بزياده الماده اللي ينظمها. يعني الاول في زياده الماده هي اللي تزيد، بعد كده الهرمون هو اللي يقل.
او اللي يتاثر يعني. لو الميه في الجسم زادت الفي اتش هيشتغل او الاي دي اتش هيشتغل؟ لا، هيقل. تمام، عشان يطرد الميه. لو الصوديوم زاد هل الالدوستيرون هيزيد؟ لا، الالدوستيرون هيقل. فالاجابه هنا هتبقى مين؟ دي. ايه اللي يأثر على افراز الهرمون A و B؟ خلي بالك من الحته اللي انا قلت لك عليها ديت، واعمل لي ماركر كده بعد اذنك، او اعمل علامه عشان تبقى فاهم هنا. عايز الاول تشوف الماده بعد كده الهرمون، مش العكس. تمام، عشان صيغه الموضوع باللغه كده ان هو عايز كده. ايه اللي يؤثر على افراز الهرمون A و B؟ تمام. هرمون A وهرمون B ده هرمونين بيتفرزوا من الغده بيأثروا على الكبد، يبقى ده كده وش البنكرياس. انت بتستبعد، فاهم؟ البنكرياس هو اللي كان او بتحجم نفسك في هرمونين، واحد انسولين مثلا وواحد جلوكاجون. تمام. فاللي يأثر على افراز A و B هيبقى تراكم الدهون. لا طبعا نسبة الجلوكوز في الدم هي اللي أثر على ايه؟ انسولين والجلوكاجون. تمام. عايز حاجة لا تعتبر من خواص ال ADH، ينتقل عبر تيار الدم. كلام سليم والله. يحافظ على الاتزان الداخلي، ايوه. ميه وملح. يفرز بكميات قليله، ايوه، لان هو هرمون. يفرز بواسطه غده صماء، لا دي غلط. ليه؟ لانه يفرز بواسطه خلايا عصبيه مفرزه، عشان بيتفرز بخلايا عصبيه ايه؟ مفرزه. اللي بعده بيقول لحضرتك ايه الهرمون. خلي شايف الرسمه دي؟ الرسمه دي انا رسمتها لك واحنا بنراجع هرمونات، وقلت لك خلي بالك عشان الفكره ديت مهمه. جميل. لان دلوقتي ديت الحوصله اللبنيه، جميل، وديت كده الخلايا المنتجه للبن والعضلات الملساء المحيطه بها. ايه الهرمون اللي يعمل على الخلايا العضليه اكس اثناء الرضاعه؟ ده الاوكسيتوسين. وبص الرسمه دي شرحتها لك كتير قوي، مش موجوده في الكتاب، ولكن موجوده في الملزمه، وموجوده في ملزمه الخرايط، وملزومه موجوده في الشرح، وانا حاططها لك في كل حته رسمه الاوكسيتوسين والبرولاكتين بيأثروا على ايه. الاوكسيتوسين وكان له اثر، وعايز طبيعه عملها، مشجع في اندفاع الحليب عن طريق انقباض، اكتب بالله عليك الاجابه دي، العضلات الملساء المجاوره للحوصله اللبنيه. ايه الهرمون اللي يعمل على الخلايا العضليه اكس عند حدوث غضب وخوف اثناء الرضاعه؟ غضب وخوف اثناء الرضاعه مبينا طبيعه عمله هيبقى هرمون مين؟ الادرينالين. تمام. الايه؟ الادرينالين. خلي بالك. عايز آلية تنشيط الخليتين اكس وواي. قدامك ديت نسيج الغده الدرقيه. اكس ديت اللي بره الحويصله، وشرحتها لك برضو قبل كده. الدرقيه عباره عن خلايا حويصليه وما بينها خلايا مش حويصليه. اللي جوه الخلايا الحويصليه دي حاجه، يعني اللي جوه الخلايا الحويصليه دي بتفرز سيروكسين اهي، دي كده. واي دي تفرز سيروكسين. لكن اكس دي بره الخلايا الحويصليه تفرز ايه؟ كالسيتونين. طب عايز آلية التنشيط بتاعت السيروكسين والكالسيتونين، ده اصلا غرض السؤال، مش عايز تعرف الهرمون وخلاص. طب فغرض التنشيط بتاع الكالسيتونين ارتفاع الكالسيوم في الدم. طب السيروكسين مين اللي ينشطه؟ تي اس اتش، ثايرويد ستيميوليشن هرمون. تمام. اللي بعده عايز اعراض الميكسوديما، او تبدا في الظهور بعد فتره قد تصل لاشهر بعد توقف نشاط الغده. حضرتك ليه؟ لان الغده الحويصليه، خلي بالك من الفكره دي، ما هي ليه غده، او في ايه فكره الغده الحويصليه؟ تخزن الهرمون في الحويصله الخاصه به. يعني انت الهرمون اللي بيتفرز عندك النهارده دوت متكون من كام شهر لسه عندك وانت مخزن، فاهم؟ فهو بيبقى فيه خزين دايما جوه الغده، بحيث ان الموضوع يفضل مستقر لابعد الحدود. حتى لو انت الهرمون قاعد يا عم ما ينتجش اسبوع، كان عندك مشكله، لازال في مخزون عندك، ولما الجسم يرجع تاني يبتدي يعوض، وهكذا. فيفضل المستوى بتاع حضرتك ثابت جدا في الهرمونات دي. تمام. اتمنى نكون يعني مركزين في الجزئيات ديت. الامتحانات زي ما انت شايف المستوى ابتدى يعلى شويه. اشوفكم باذن الله في الحصه اللي جايه. كانت كل حصه بالشفا.